من المحيط إلى الخليج أن نفتح باب التبرعات من أجل بناء مستشفى للأمراض العقلية على أرض دويلة قطر، حتى تكون مكانا مناسبا لعلاج موزة اللي هي جميزة وتميم والفيل أبو شن. كل تصرف أصبح بيؤكد لي النهاردة أن هؤلاء من أصحاب المرض النفسي. لما يجي ولد زي تميم بيحكم بلا حكم ويملك بلا ملك علشان يتكلم عن الفصائل السياسية في مصر، ويتكلم عن ما يسمى المصالحة، وأن لابد عدم استبعاد أحد وعدم إقصاء وعدم وعدم وعدم. طيب قول لي يا ابن موزة يا ولا، واد يا ابن موزة، قول لي كده يا ولا، انت عندك كم حزب سياسي؟ انت عندك احزاب سياسية ولا امك عندها احزاب سياسية ولا؟ تكونش امك فاكرة ان الكلمتين اللي علمهم لها سعد الدين ابراهيم هيخلوها تفهم؟ يا ده انت امك يا تفضل لها 9000 سنة على ما تبقى بلاش اقول، وانت هتفضل لك 25000 سنة على ما يبقى عندك 10 سنين. جرايه يا خايب يا هلا، واد يا خايب انت. لا 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 لا، ما فيش مفر. سامع يا ابن موزة؟ سامع يا بت يا موزة؟ حياة امي لا هتبقي جميزة. انت عارفه يا موزة ال 14 عملية اللي انت عملتيهم هتحتاج 14 زيهم، بس مش عمليات تجميل، 14 عملية علاج نفسي هتتعرض لها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا وهنحطك في مستشفى عشان نعالجك حتى لا تتطور حالتك، يعني لان الحالة انا شايفها بتزداد سوءا. اذا كانت موزة ولا الواد ابنها تميم ولا الفيل ابو شنب جوزها، حالتهم بتتدهور نفسيا جدا. يا جماعة ما ينفعش نسيبهم، لان كل ما بنسيبهم من غير علاج كل ما حالتهم بتزداد سوء، بتزداد سوء جامد جدا. وبعدين موزة لما تيجي تسألها تقول لها يا موزة انت عملت 14 عملية تجميل، تقول لك انت بتهيألك، وهي عملت 14 عملية تجميل في فرنسا وفي لندن وفي امريكا. لما تيجي تقول لابنها يا ابني انت دخلت مستشفى الامراض النفس مركز للصحة النفسية في انجلترا، يفكرك يقول لك ما حصلش، نسيين. لما تيجي تقول للفيل ابو شنب انت فاكر يا فيل لما كنت في الحمام وجالك بواسير وبعدين طلعوك يعالجوك، فقمت عرفت ان ابوك راح يقضي الصيف في في بلاد بره، قمت قلت ما يهمش عمليه البواسير دلوقتي انا هشيل ابويا، وبعد ما شلت ابوك راحوا عملوا لك عمليه بواسير. فاكر يا فيل ابو شنب؟ فاكر ان لما انت الحاله المرضيه بتاعتك تضاعفت قامت موزه عملت فيك ايه؟ قالت لك اتنازل للواد ابني، قمت انت اتنازلت للواد ابنها، قالت لك ابني اتعالج خلاص لازم تتنازله، فانت لانك مصاب بنفس المرض اتنازلت له. فاصبحت قطر بيحكمها المختلين عقليا ويتوارث حكمها المختلين عقليا ارض. والله انا صعبان عليا شعب قطر، ونفسي اخد شعب قطر ده كله في حضني وابوسه، راجل راجل وست ست وشاب شاب وفتاة فتاة، علشان صعبانين عليه. يحكمهم المجانين الذين تضاعفت حالتهم الجنونية. الحقيقة أمراض النفسية
لما بتتساب من غير علاج بيحصل لها نكسات. فاحنا سيبنا الفترة اللي فاتت الولية موزة وابنها، سامع يا ابن موزة يالا، والراجل الفيل ابو شنب جوزها، رفضنا نعالجهم وما حاولناش الحقيقة ان احنا نسعى لعلاجهم، فحالتهم ازدادت سوء، زادت سوء. كانت النتيجة ايه؟ ان جابوا واحد المفروض يبقى مكانه في مستشفى الامراض العقلية، عملوه وزير خارجية، ورحنا اتعالجنا. انما علاجكم هيكون على ايدين شعب مصر. شعب مصر بيتحمل المجانين والمخرفين والهبل واللي بيجروا ورا عربيات الرش، بيتحمل كل الناس دي الى توقيت هو ساعة الصفر بالنسبة لشعب مصر. فتجده خرج بعد نفاذ صبره الطويل ليضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه في التدخل في الشأن. انتوا فكرتوا على لما دفعتوا قرشين وجبتوا مرسي رئيس جمهورية عن طريق رشوة الناخبين واستغلال حالة الفقر اللي بيعاني منها كتير من شعب مصر، الكلام ده هيتكرر تاني يالا؟ ولا انا هقول ايه؟ بس انا اصل مش معقول موزة مجنونة شيء طبيعي انها تخلف عيل مجنون، يعني هتجيب عيل سليم، وشيء طبيعي ان المجنون بيلم حوالين منه المجانين. حقيقة نرجع تاني للبت موزة والواد ابنها. الحقيقة حاجة غريبة قوي، لم اتخيل ابدا ان المرض النفسي بيحصل له نكسات لما ما بيتمش علاج اصحابه الى هذه الدرجة. ان شاء الله سوف تعبر مصر هذه الازمة، ولكن لابد ان تعلم موزة ويعلم تميم ويعلم حمد ان لمصر ذراع طولى، ان لمصر ذراع طولى تصل الى اخر مكان في العالم، وانها ليست دولة منكسرة او ضعيفة، فمصر بها اقوى شعوب الارض بأسا وعزيمة وإرادة. لابد أن تعلم موزة، ويا ريت طبعا هي أكيد هيوصل لها كل هذا الكلام إذا ما كانتش هتتفرج عليه، إن اليد الطولى هي لمصر، وأن القوة الضاربة مهما كانت مصر ضعيفة هي أيضا لمصر، وأن الدخول في عداوة مع مصر هو فقدان لكل معاني العروبة ولكل معاني الجنسية العربية ولكل معاني النضال والكفاح والحفاظ على الأمة العربية أمة قوية متماسكة. لابد أن تعلمي ذلك يا موزة. وبعدين يا موزة كلها يومين ثلاثة وهنقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة. سمعني؟ أنا غنماني؟ وانت يا ابن موزة كلها يومين ثلاثة وهنقعد جنب الحيطة نسمع الزيطة. زيطة مين؟ الزيطة بتاعتك انت واليور مزر بتاعتك انت وامك. اما ابوك بقى فبقى تدخله الحمام تطلعه من الحمام مش هيفرق. وقد اعذر من انذر،